السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني كتير. جايلكم فيديو جديد، وقبل ما هنبدأ الفيديو هنصلي على رسول ونسمي الله. احنا هنعمل مع بعض بقى الكاستر، علشان الكاستر ده من الحاجات المفيدة اللي الأطفال كلها بتحبها. تقدروا بقى تعملوه علشان خاطر تفرحوا أولادكم. تمام. هنا بقى ايه، بوريكم الشكل النهائي وانا بزوقه بقى بالجيلي بقى بالجناكولا قصدي. وايه رأيكم؟ عايزاكم تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تصلوا على الرسول الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام، وكمان تقولوا رأيكم في الفيديو الجامد ده. يعني بصوا، احنا بنعشق الكاستر باللبن بصراحة. يعني اللي بيحب بقى الكاستر باللبن يقول لي في الكومنتات برضو مين فيكم بيحبوا زينا كده ونعشقه. انا قلت اصور معاكم المرة دي بقى كده علشان خاطر تشوفوا الطريقة الهايلة، علشان لو بتحبوه مش عارفين تعملوه لاولادكم او ليكم، يبقى ايه تعملوه بكل سهولة. سهل جدا 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 فوق ما تتخيلوا. شفتوا عامل ازاي وقوامه عامل ازاي؟ واو 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 بجد. يلا بقى نخش كده على الفيديو ونشوف المقادير. يلا بينا. هنبدأ باسم الله. هنا معايا 2 كيلو من اللبن، انا غليته ماشي تمام، لكن هسيبه يبرد علشان لما اجي احط الكاستر ما يكلكعش مني. تمام. وهنزل باللبن كوبايه بس واحده من السكر. انتوا عايزين تلغوا السكر ماشي، عايزين تضيفوا سكر تمام، كل واحد ورغبته. يعني الواحد مثلا بيبقى مثلا مريض سكر مثلا وعاوز ياكل اي حاجه حلوه زي دي، طبعا مبيبقاش عاوز يحط سكر في الحاجات اللي زي دي، مش مشكله، الغي خالص. ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين يا رب العالمين، ويشفي كل مريض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا شفيعي يا رسول الله. هنا بقى ضفت السكر حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، وكوبايتين وربع من الكاستر. البرطمان اللي انا جبته يعني طلع بمعدل كوبايتين وربع من الكاستر، هم دول اللي يعني كفوني مع 2 كيلو لبن. تمام. يعني انا حطيت البرطمان كله ومعدل كوبايتين وربع من الكاستر. تمام. زي ما قلت لكم اللبن يبرد علشان ما يكلكعش منك، وضيفي على طول الكاستر بتاعنا وطبق اللهم صل على النبي طبق وكوبايه السكر، وتقلبي كويس وايدك بقى في الكاستر كده علشان ما يكلكعش منك زي البشاميل كده، وتهدي النار علشان تشوفي قوامه بقى. هتشوفي القوام دلوقتي معايا ولذيذ جدا وهيعجبك جدا، ومفيش اسهل من كده خالص. يعني سهل جدا 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 فوق ما تتخيل. خلاص يا حبايبي، هنفضل نقلب كويس جدا جدا على نار هاديه لحد ما القوام بتاعي هتشوفوه دلوقتي. متنسونيش بالاشتراك واللايك علشان يوصلك مني كل ما هو جديد. تمام. اهو هو بدأ يتقل معايا اهوت. بصوا حبايبي، بدأ يتقل معايا اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص هبدأ بقى ان انا اطفي عليه. خلاص هو كده خلاص الكاستر خلص معايا. هبدأ بقى ان انا اطفي عليه بقى واحطه بقى في طبق التقديم او في الكاسات. تحفة تحفة، وسكره مظبوط وكل حاجة. طبعا انت عايزة تزودي السكر، عايزة تقللي السكر، انت وراحتك. يعني حسب ما انت عايزة. هنا بقى ببدأ ان انا اهوت بغرفه اهو، يعني بحطه في طبق التقديم اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تحفة تحفة تحفة، انا بحبه بموت فيه. بصوا كلنا هنا، جوزي بيعشقه، يعني انا جوزي هو اللي حببني فيه بصراحة. هنا بقى اهوت ببدأ بقى ان انا احط في كمية الاطباق اللي قدامي، وهجيب برضو الكاسات برضو. يعني عملوا لي اطباق جميلة كتير، يعني بسم الله ما شاء الله. انا ما عنديش الاطباق بس عملوا لي كمية حلوة. 2 كيلو لبن عمل لي كمية جميلة بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. عايزاكم بقى تقولي رأيكم في الكاستر بتاعي وقوامه الجميل ده. تمام. ما تعملوش يعني ما تسيبوهوش يجمد اكتر من كده. هو كده قوامه جميل يا جماعه، يعني كده قوامه جميل جدا. اوعي تخليه يجمد اكتر من كده، مش هيبقى حلو خالص. تمام يا حبايبي.
بالشكل اللي انتوا شايفينه. لو لما يبرد بقى هتحس ان هو عامل زي الجينا كولا، يعني لا عامل زي الايه، اللهم صل على النبي، انت عارفه الجيلي عامل زي الجيلي. تحسي ان هو هتشوفي الوقت زي ما شفته في اول الفيديو، زي ما شفته في اول الفيديو. بصوا بقى هنا عندي الجيناكولا اهوت، قلت بقى افرح بيه الاولاد عندي، هم بيحبوا الحاجات دي، فقلت ازوقه كده، احط كده عليه من فوق كده واخليه كده حلو علشان العيال ياكلوا منه كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا حبيت ان انا اوقفها مش عايزه تقف عكستني ومرضتش تقف، قلت لها انت حره، انا قلت نيمتها كده. ايه رايكم بقى؟ ايه رأيكم في الفيديو؟ فيديو خفيف وظريف وحلو، ويا رب اكون بقدم لكم حاجة تستفادوا منها وحاجة تكون يعني مفيدة، اللهم امين يا رب العالمين. بس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده بقى يا حبايب قلبي الفيديو بتاعي النهاردة. وايه رأيكم؟ متنسونيش باللايك حبايب قلبي، ما تبخلوش عليا باللايك. اشوفكم في فيديو جديد وفي رعاية